فلوس جاية من تجارة الممنوعات، من فساد، من رشوة، من مخدرات أو حتى من سرقة. فلوس ما حد يقدر يستخدمها علنا، لأن أول ما تدخل بنك أو تنحط في سوق، الشرطة والرقابة المالية تبدأ تشم ريحتها. لكن السؤال، كيف تتحول هذه الفلوس القذرة إلى فلوس عادية نظيفة؟ فلوس تدخل البنك وتستثمر في الشركات والعقارات وكأنها فلوس مشروعة. هذا هو موضوعنا اليوم، غسيل الأموال. اللعبة الأخطر اللي تلعبها المافيا والعصابات وحتى بعض الحكومات، لعبة تخلي الجريمة تمشي في السوق وكأنها تجارة عادية. مصطلح غسيل الأموال مو جاي من فراغ، القصة ترجع لبداية القرن العشرين في أمريكا، والمافيا الإيطالية اللي كانت تسيطر على تجارة الكحول والمخدرات وقتها، وكانوا محتاجين طريقة يخفوا فيها أرباحهم، فاشتروا مغاسل ملابس حقيقية، وهناك خلطوا الدخل الحقيقي من الزبائن مع الأموال الغير قانونية، وسموا العملية بعملية غسيل الأموال، ومن وقتها المصطلح صار عالمي. لكن ترى الفكرة أقدم من كذا بكثير. في الصين قبل أكثر من 2000 سنة التجار كانوا يخفوا ثرواتهم الناتجة من تجارة غير قانونية عن الحكومة، وكانوا يحولوها على شكل قروض أو استثمارات في أماكن بعيدة عشان ما يدفعوا الضرائب أو تنفضح مصادر دخلهم. يعني ببساطة غسيل الأموال مو مجرد جريمة حديثة، هو حيلة بشرية قديمة لكن مع الوقت صارت أعقد وأخطر. غسيل الأموال مو عملية عشوائية، هو لعبة مدروسة تمر بثلاث مراحل رئيسية. الإيداع، أول خطوة ادخال الفلوس في النظام المالي. مثلا واحد يودع ملايين في بنك او يشتري فيها ذهب، سيارات او حتى كازينوهات. التغطية، هنا تبدأ الخدعة، تحويلات مالية معقدة وشركات وهمية وحسابات في دول مختلفة، والهدف انك تضيع اثر الفلوس. الدمج، اخر مرحلة لما الفلوس القذرة تدخل الاقتصاد كأنها فلوس نظيفة، استثمارات في عقارات، فتح شركات، اسهم، تبرعات خيرية او حتى مشاريع صغيرة. غسيل الأموال مو مجرد نظرية، هو واقع مليان قصص خطيرة. الكارتلات الكولومبية كانت تدخل ملايين الدولارات سنويا من تجارة الكوكايين. طيب كيف غسلوا الفلوس؟ عن طريق بنوك في ميامي، ومن عقارات وحتى شاحنات موز. بنك عالمي انهار بعد ما انكشف انه كان يغسل أموال لمهربين وإرهابيين وحتى دكتاتوريين. أكبر فضيحة مصرفية في أوروبا، وأكثر من 200 مليون يورو دخلت عبر فرع البنك في إستونيا، ومعظمها أموال مشبوهة من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق. المجرمين عندهم ابتكار لا ينتهي، وكل فترة يطلع بأسلوب جديد لغسيل الأموال. اليوم صار غسيل الأموال يستخدم بيتكوين والعملات المشفرة. ليش؟ لأنها صعبة التتبع وتتنقل عبر الإنترنت بسرعة. صندوق النقد الدولي يقدر أن حجم الأموال المغسولة عالميا سنويا يتجاوز 2 إلى 3 تريليون دولار، يعني تقريبا 5% من اقتصاد العالم. 1988 أول اتفاقية دولية لمكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالمخدرات. مجموعة العمل المالي منظمة تراقب الدول وتضع معايير لمكافحة غسيل الأموال. ومن القوانين المحلية إلزام البنوك بإبلاغ السلطات عن أي عملية مشبوهة، وتحديد سقف للإيداعات النقدية، وتتبع التحويلات المالية الدولية. لكن رغم كل هذه القوانين اللعبة ما زالت مستمرة، والمافيا والعصابات دائما يبتكروا طرق جديدة. سؤالنا لليوم، غسيل الأموال لعبة خطيرة قذرة تلبس بدلة رسمية وتمشي بيننا وكأنها بريئة، وفلوس ناتجة من جريمة تدخل في بنك وتخرج كاستثمار محترم. إذا المافيا والعصابات وحتى بعض السياسيين يقدروا يخفوا ملياراتهم بسهولة، هل فعلا في يوم من الأيام نقدر نوقف لعبة غسيل الأموال؟ أنا أمجد من إعداد 21، وهذا موضوعنا لهذا اليوم.